مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز انتهت رسميا بالتعادل السلبي. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة او ملخص جديد. لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل لنا لايك، وكمان ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. النادي الاهلي وفي تعادل سلبي مع نادي فيوتشر بيقدر يتعادل، ولكن هو تعادل يعني نقدر نقوله تحقيق نقطة مهمة جدا في ظل صراع على لقب الدوري، ليرفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 69 في صدارة الدوري المصري الممتاز. والأهلي طبعا بيتبقى له مباريات قليلة جدا علشان يقدر يحقق البطولة رسميا، لكن نقدر نقول إن الأهلي بشبه رسمي قدر يحقق بطولة الدوري بعد غياب لمدة عامين. علشان كده الأهلي نقول له ألف مليون مبروك بالفوز بلقب الدوري، ولكن يتبقى فقط أن يكون الفوز باللقب رسميا. ده كان الملخص القروي النهارده لمباراة الليلة. برأيك مين هو نجم المباراة النهارده في مباراة الأهلي وفيوتشر اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 ما بين الفريقين؟